السلام عليكم أصدقائي، حياكم الله. ربما أصدقائي تابعتم معنا جميعا وتابع الجميع واحد لقاء كان دار مؤخرا جمع ما بين الرئيس الجزائري تبون ومعه قيس سعيد ديال تونس والغزواني ديال موريتانيا مع المفيد ديال ليبيا، وكان حاضر معهم لكن مسكين جراه ديما الجزائر بن بطوش إبراهيم الغالي. وأيضا في الصورة نجد أيضا الجنرال رئيس الأركان الجزائرية سعيد الشنقريحة. لقاء ضم ثلاثة ديال الرؤساء ديال دول كاينة في شمال إفريقيا، وتحسب على ما كان يسمى وما زال يسمى اتحاد المغرب العربي، هي الجزائر تونس وموريتانيا وليبيا. لم تحضر الدولة لأن لحدود الساعة مازال ما ممكنش نتكلموا على الدولة في ليبيا، وأن التمثيلية ديال الوفد اللي جاء من طرف ليبيا لا يمثل الدولة، وإنما يمثل فصيل أو توجه موجود أساسا بطرابلس. وبالتالي هناك حدث مش ممكن نقراوه بعيدا على الصراع المغربي الجزائري، هذا مستحيل. لقاء نقدروا نقولوا أنه من حق الجزائر أنها ديرو، وهذا حقها الصميم، ومن حق كل الدول أنها تشارك في أي ملتقى أو منتدى ترى حقها في أن تشارك فيه. هذا حقها واللي ميمكنش ينزعوا لها التوحد. كل دولة عندها الحق أنها دير نوعية العلاقات اللي بغات دير، والجميع أيضا يتحمل بالتالي المسؤولية في التموقعات ديالو في الاختيارات ديالو. يمكن أصدقائي إذا بغينا ندير واحد القراءة بسيطة لهذا اللقاء نقول أنه يشكل واحد الحرص من دولة الجزائر على تشكيل واحد التكتل تواجه به تكتلات يعمل المغرب على تشكيلها. وأيضا من جانب آخر تحرص الجزائر على تشكيل واحد تكتل تحاول من خلال ديالو أنها تحاصر المغرب جنوبا شرقا شرق، وتقطع الطريق على المغرب، وتحاول أن تجر أيضا ليبيا تشتغل بين في الأجندة الجزائرية. تونس مسكينة الغالب الله، نعرف الوضعية المالية ونعرف الارتهان ديال الرئيس قيس سعيد للأجندة وللضغوطات والارتهان لدولة الجزائر. الحضور الموريتاني ما مفهومش بزاف وغير واضح، لكن يمكن أن نقرأ أنه جاء في خضم الاحتفالات ب1 نوفمبر، أكثر منه هو لقاء رسمي أو دعوة للقاء يشكل ما يحاول تبون ومعه النظام الجزائري إيهام العالم وإيهام المنطقة أنها تعمل على تشكيل مغرب تسميه عربي بدون المغرب. موريتانيا لا أعتقد أنها تمشي في هذا المنحى هذا. إذا كان الغرض منه حصار المغرب والعزل ديال المغرب، أعتقد الأمر غير ممكن. الحمد لله المغرب تمدد جنوبا وشمالا، نرى تولد الاعترافات وديال دول الشمال القوية وهي المهمة جدا من إسبانيا فرنسا ألمانيا وبمغربية الصحراء. ورأينا مؤخرا الخرجات ديال المفوضية ديال الاتحاد الأوروبي ومسؤولين فيها، ورأينا دول كثيرة من الاتحاد الأوروبي تعلن الدعم ديالها الكامل للعلاقات الاستراتيجية والهامة والمهمة مع المغرب. ورأينا الزيارة الأخيرة ديال ماكرون، ثم الإرهاصات ديال الإعلان على واحد اللقاء كبير وتتويج كل الاشتغال اللي كاين اليوم ما بين المغرب مع دول الساحل باتفاقين، واتفاق إطار مهم جدا جاي في الطريق، وهذا ما يفزع الجزائر. نضيف إليه النجاح ديال وهو سيكون أيضا من ما يقترح في المستقبل القريب إعلان على
بداية المشروع ديال نيجيريا المغرب الغاز، مرورا عبر العديد من الدول بغرب إفريقيا. وسيكون لقاء احتفالي كبير بمناسبة بداية هذا المشروع إن شاء الله قريبا. وبالتالي أن تحلم الجزائر بحصار المغرب هذا غير وارد. المغرب اليوم أيضا يطور بحريته، مما سيجعل بأنه حتى لو فرضنا وقع كذا وكذا هناك إمكانية ديال التوسع. الحمد لله عندنا شواطئ ممتدة وطويلة جدا، واضح من الصورة أنها موجهة للمغرب، وتضيف جانبا من المشهد على الاستعراض العسكري القوي جدا الذي قامت به الجزائر مؤخرا في رسالة أخرى للمغرب، رسالة بالتالي مزدوجة دبلوماسية وسياسية. في 1 نوفمبر المجيد الجزائري، 1 نوفمبر اللي كان مفترض يكون واحد اليوم لمدارسة الدولة الجزائرية والشعب الجزائري. فين وصلنا من السنة 2003 ومنذ بداية الثورة إلى اليوم؟ ما هي الإنجازات؟ ما هي المشاكل؟ ما هي المعوقات؟ لكن نجد أيضا حتى في هذا الأمر هذا أن المغرب هو الحاضر في العقل الجزائري، ومشاكل أو مشكل ملف الصحراء هو الحاضر بشكل كبير، وتغيب الجزائر تغيب، ويغيب الاقتصاد الجزائري، ويغيب بناء الدولة الجزائرية. يشكل هذا اللقاء بديلا على دول القمة، على قمة رؤساء الدول المغرب الكبير؟ أكيد لا، الأمر غير ممكن. هذه محاولة في الاتجاه، نعم، تحاول الجزائر أن تؤسس تكتلا ربما تريد به أن تضعف التكتل الذي يشتغل عليه المغرب مع دول الصحراء، وسيتم الإعلان عنه قريبا. هل يغيظ الأمر المغرب؟ لا، المغرب يتجه بشكل أكبر كيف قلنا جنوبا نحو إفريقيا وشمالا نحو أوروبا، ويتمدد في علاقاته وينوعها، أوروبا، أمريكا، الصين، روسيا والعديد من الدول، الهند، برازيل وغيرها. المغرب واضح أنه يسعى لأن يصبح قوة إقليمية في المنطقة، تمثل المنطقة، تتحدث بالمنطقة، خاصة المنطقة الإفريقية، في انتظار فك الله السراح ديال الشمال الإفريقيا. أهم ما يميز يا أصدقائي هذه الصورة اللي شفناها واللي خرجت وتوزعت بشكل كبير هو حضور الزعيم ديال البوليزاريو، وأيضا حضور الرئيس ديال الأركان الجيش الجزائري. حضور لا معنى له نهائيا. البوليزاريو مهما قالوا ليست دولة، وليس لها لا أرض ولا جغرافيا، ولا يمكن نهائيا أن تشكل بديلا على المغرب، أو دولة يمكن أن تحضر مع رؤساء الدول في إطار تشكل منظومة إقليمية. بالتالي لا حضور إبراهيم غالي وحضور كاريكاتوري، حضور محاولة إرسال رسالة إلى المغرب واستفزاز المغرب، لا أقل ولا أكثر. وأما حضور رئيس الأركان فهو غير مفهوم. ماذا يفعل رئيس أركان جيش في لقاء يعتبر سياسي بين رؤساء دول؟ اش كيدير رئيس الأركان تما؟ لماذا يجب دائما وأبدا في كل اللقاءات ذات الطابع السياسي أو حتى الاقتصادي أو بعض التدشينات أن نجد شنقريحة إلى جانب تبون؟ ماذا تريد المؤسسة العسكرية أن تقول بهذا الأمر؟ هذا الأمر كاريكاتوري بشكل كبير جدا، يوضح الأزمة الجزائرية وإشكال كبير تعيشه الجزائر اليوم في صراعها مع المغرب. كل الصورة هي رسالة إلى المغرب، كل الصورة تحاول أن تقول أنا موجود في المنطقة ولن أترك المغرب ينعم بهذه المنجزات التي بدأت تتضح للعيان. العين المسرحية مازال مفتوحة، الفرجة مازال مطلوب منها وقت آخر. إلى ذلكم الحين احنا مازال كنتفرجوا في واحد السيناريو أنتجه هذا الجزائري، ولكن كاتب السيناريو نعرف من كتبه في الأصل، وسنرى نهاية المسرحية كيف ستكون. السلام عليكم.